سلام، مرحبا بكم حباباتي، ان شاء الله تكونوا كاع لاباس وبصحه جيده. اليوم جيتكم بهذه الوصفه اللي سهله بزاف سهله. تاع فخاد الدجاج درتهم في اكياس شواء مع رفقتهم هكا مع لوبيا مونشتو صوتي مع وزروديه. كما راكم تشوفوا نبداو هنايا بالصلاه والسلام على سيدنا محمد كيما رانا موالفين. وجبت هاد لا ريسيبي اللي راكم تشوفوا فيها، درت فيها واحد 3 مغارف تاع الزيت. انا كيلت بهذا المغرف اللي ناكلو به، ونزيدو عليها هكا لي زيبيس. ندير عليها هنايا فلفل احمر كيما كتشوفوا. اذا كنتو يعني تحبوا الحراره تقدروا ديروا حار ولا ديروا هكايا بارد. انا عندي بناتي صغار من مانيش حندير حار. كيما كتشوفوا هنايا تاني درت فلفل احمر وزدت عليه شويه راس الحانوت. هنايا حنزيد عليه شويه هذا هو راس الحانوت البنات عفوا. وكنت درت من قبل هنايا الكرويه كما كتشوفوا. زدت درت هكا كل حاجه درت منها مغرفه صغيره. وهكا نخلط كما كتشوفوا. نزيد نجيب كميه لا باس بها من الثوم، واحد 2 سنينات يكونوا كبار ولا 3 سنينات يكونوا كبار. هكا نستعمل هاد الاله لين يعني نلحو بها الثوم بهذه الطريقه. قلت لكم هاد البنات هاد التتبيله يعني سهله بالخف توجد معكم. انا كنت يعني مزروبه ودرتها هكايا على السريع. ودرتها يعني في اكياس شواء. زدت عليها هكا مغرفه كبيره تاع طماطم مصبره مع نص حبه تاع القارص كنت عصرتها هكا كيما كتشوفوا. ونخلط هكايا مباشره. يعني اسهل من هكا ما كاش وتجيكم بزاف بنينه. اذا كنتوا عندكم الوقت تقدروا توجدوها قبل بوقت، نهار من قبل ولا ليله من قبل ولا صباح ولا عشيه توجدوا هذه التتبيله. كما كنتوا شفتوا اني درت الملح، درت كميه قليله ماشي بزاف، يعني على حسب شويه على هذيك لاصوص. وهنايا جبت هادوك لي كويس كيما كتشوفوا. هنايا نبدا نملح فيهم بعد اللي كنت بيان سور غسلتهم ونقيتهم مليح هكايا. دوكا نبدا نملح فيهم. كيما نعرفوا الدجاج لازم نملحوه مليح باش يجينا بنين. يعني ملحوا مليح، ما تخافوش كاع من الملح. قد ما راكم حتملحوا يعني قد ما تملحوا يجيكم الدجاج تاعكم مليح، ماشي ديروها بزاف مالحه لدرجه كبيره. هكا كيما كتشوفوا بهذه الطريقه. قلت لكم انا كنت يعني مزروبه وقلت ولا غنصور لكم نصور لكم الوصفه. دي فات الاخوات تاني كاين بزاف اللي تصرى لهم كيما حالتي هكايا. ونبدا ندير في هذيك لاصوص. نبدا ندير فيها في هذوك لي كويس، نحاول ندخلها هكايا مليح قايتين فيهم كل واحد. نحاول نمسحو مليح بهذيك الصلصه اللي كنا وجدناها هكا بهذه الطريقه. قلت لكم البنات تقدروا كيما كنت نقول لكم تقدروا توجدوهم قبل بوقت هكا حيدوا البنات تاع هذوك لي زيبيس يتشربوهم. اذا كنتو ديروهم نهار ولا يعني حتى 3 سوايع ولا 4 سوايع ولا ديروهم مباشره. يعني انا درتهم مباشره ويعني جاوني بنان. قلت لكم البنات بنان. واذا كنتو ديروهم من قبل اكيد انهم حيدوا هذيك البنه اكثر واكثر. هكا جبت اكياس سواء درتهم مباشره فيهم، غلقت عليهم. والفور تاعي كان بيان سور سخنته من قبل ونخليهم حتى يطيبوا لي مليح. نتقب هذوك الساشيات تاع اللي انا دايره فيهم هذوما ونخلوهم حتى يطيبوا لنا. كيما كتشوفوا هنايا كنت درت هكا في كوكوطه عندها الكسكس، درت عليها هكايا هذوما قطعت هكا 2 حبيبات كبار تاع زروديه مع كميه تاع المونشتو. يعني انا حضرت قيسي انا ومولا بيتي برك، وبناتي صغار ما عندهمش حاجه كبيره فيهم غير زروديه اللي ياكلوها لي. كيما كتشوفوا هنايا بعد اللي كانت طابت بيان سور لازم نملحوا مليح هاد الخضره باش تجينا بنينه هكايا. بعد اللي كانت يعني فارت لي مليح نحيتها، خليتها فارت تقريبا مليح. وبعدها نخليها هكايا بجيه. جبت مقله هكا تاني درت فيها كميه من الزيت، زدت عليها الزبده مغرفه كبيره تاع الزبده. درت شويه زيت ماشي بزاف ومعاها مغرفه كبيره تاع الزبده باش نبدا نسخوتي في هذيك الزروديه.
كيما كتشوفوا قلت لكم البنات راني يعني درت لكم هنايا تقريبا غير مقتطفات، لانه كنت يعني مزروبه، كان لي هذاك هو وقت العشاء، وكنت يعني حبيت ولا غير حبيت من قلبي نشارككم الوصفه. لكن يعني درت لكم هنايا غير مقتطفات، ومره واحده اخرى ان شاء الله ندير لكم كلشي بالتفصيل. هنايا بالنسبه للزروديه كنت زدت عليها هكايا واحد زوج ريسان تاع الثوم، ما كانوش بزاف كبار، ودوك راح نتبل فيها ندير عليها غير فلفل كحل هكايا، ونزيد عليها هكايا شويه عصير تاع الليمون، غير رشه خفيفه برك، ماشي بزاف. من جهه واحده اخرى هذيك المونشتو حتى هي درت لها نفس يعني الخطوات اللي كنت درتهم مع مع هذيك الزروديه. هذا هو طبق اللي كنت درته معاكم بعد اللي كانوا جد. شوفوا لي كويس هذوك جاو محمرين، وجاو يعني فعلا طرايه وبنان. خلوهم واحد 45 دقيقه ولا ساعه هكا يكونوا يوجدوا معكم في هذوك اكياس الشواء. بيان سور لي كويس تاعكم لازم يكونوا طريين، ماشي بزاف يعني كبار. ان شاء الله الوصفه تنال اعجابكم. نتلاقاو في وصفات اخرى. سلام.